الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله خلاص نزلت الجيم، والنهارده تاني او تالت يوم في الجيم. المهم بقى دكتور ايه الكابتن قال لي هاتي ميزان. فطبعا انا وبعت لي اللينك بتاع الميزان ده، فانا لما طلبت قلت له يا كابتن هو انا ده هيكفيني اقف عليه عشان اوزن نفسي؟ قال لي يا فاطمه الميزان ده للاكل. قلت له تقصد ان انا تخينه؟ المهم فانا عايزه افكرك زمان نزلت الجيم لازاليزنا كترت وهنتفضح في الصيف. طبعا دلوقتي كنت عايزه اوريكم بقى بيت الزيت بعت لي ايه. انا برضو مش قليله انا بلوجر برضه، يعني المفروض بيتبعت لي حاجات. المهم بيت الزيت بعت لي ايه. طبعا الحاجات دي هدايا يا جماعه، بس انا هقول لكم بكل صراحه ايه الدنيا. طبعا بيت الزيت بعت لي بادي باتر او زبده للجسم، بعت لي بالليمون، بعت لي بالافوكادو، بعت لي ب البلاك بيري او بالتوت، بعت لي بالفراوله، بعت لي بالمانجا، بعت لي بالورد. تفتكروا انا احلى روائح عجبتني ايه؟ تفتكروا؟ هقول لكم بصراحه احلى 2 تحفه بجد. ثانيه هوريها لكم. اللي بالليمون واللي بالورد، يا خرابي على الجمال. ثانيه دول احلى 2 بصراحه. تمام. المفروض ان ده ريفيو يا بيت الزيت، المفروض اشكر في كل حاجه، بس بصراحه دول اكتر حاجه عجبوني. تمام. يعني انا عادي انا ممكن طول السنه افضل استخدمهم. تاني واحده حلوه اللي بالفراوله. لو انت بتحب الفراوله مع الحاجات اللي هي الشجري شويه، يا خرابي دي تحس ان انت عايزه تاكليها، ولو حطيتيها ممكن تتاكلي. تحفه. تالت حاجه بصراحه لو انا معايا فلوس مش هشتريهم، انا اسفه، بس هي بتبقى اذواق. انتوا ممكن تعجبكم حاجات ما تعجبنيش، وتعجبني ما تعجبكوش، وهكذا. تالت حاجه اللي بالمانجا هي حلوه بس لا. اللي بالافوكادو، اللي بالتوت، بصراحه كلهم ترطيبهم حلو بامانه، بس بتزيد سيكه فدي بتبقى محتاجه ترطيب، انك ترطبي بالليل وتصحي الصبح هتلاقي جسمك حلو. تمام. بس كروائح انا قلت لكم على احلى حاجه عجباني دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، والله عامله دايت مش عامله دايت، لازم خلي التفاح العضوي يبقى في الاكل بتاعي كل يوم. ليه بقى؟ خلي التفاح من اكتر الحاجات اللي بتساعد على زياده حموضه المعده. فلو انت بقى واكله لحوم، بروتين، فراخ، بيساعد على هضم الاكل بصوره كويسه، فبالتالي هتحصلي على او هيحصل امتصاص للاكل بصوره احسن، وهضمك هيتحسن، وفي نفس الوقت بيزود البروبايوتيك اللي موجوده في الامعاء، فبالتالي جهازك الهضمي ومناعتك بتبقى احسن. خلي التفاح كويس. اي حد عنده اي براند يبعت لي خلي التفاح يا جماعه، والله العظيم انا مش هقول لكم لا، بجد مش هقول لكم لا. تالت حاجه بقى بعتوها لي زيت جوز الهند. زيت جوز الهند انا بحب اكله لان انا شعري مش بيحبه، شعري البروتين بتاعه عالي، فبالتالي انا بستخدم زيت جوز الهند بصراحه بينشف لي شعري اكتر. على العكس اختي تعشق زيت جوز الهند على شعرها. تعرفوا زيت جوز الهند الاصلي من اللي مش اصلي بيبقى لما الجو بيبقى بارد، تمام، بتلاقوا ان هو مجمد، تمام، انما في الحر بتلاقوه سايح. انا بحب استخدمه للاكل. ليه؟ معلقه قبل النوم او معلقه الصبح عشان يزود من ترطيب جسمي. ممتاز. وفي نفس الوقت زيت جوز الهند انت قبل ما تبلعيه حاولي زي كانك تتمضمضي بيه. حلو قوي لتسوس الاسنان او الناس اللي عندها تسوس عالي، بس انا لسه ما سالتهمش بصراحه هل ده بيتاكل ولا لا. تالت حاجه بعتوا لي حاجتين، ده ما فتحتوش، اللي هو زيت حبوب القهوه لان انا مش عارفه انا هستخدمه في ايه بصراحه. وبعتوا اللي هو مستخلص العرق سوس. العرق سوس ده بقى بيبقى حلو في ايه؟ لو انت من محبين الزيوت، بتعشقي الزيوت، فهيبقى حلو قوي انك تستخدميه على الركب والكوع او المناطق الغامقه، ترطبي بيها، هترطب، فبالتالي الجفاف من اكتر الحاجات اللي بتعمل اسمرار، هترطب وفي نفس الوقت هتفتح معاكي. ولكن اعتمادا على مستخلص عرق السوس بتبقى النتائج بتاعته ضعيفه، فبتبقى عايزه اللي بيستمر. انا فكره بقى ان انت هتستخدمي حاجه زي كده وتقولي هشوف نتائج بعد شهر بعد شهرين، مش مضمونه. ممكن تلاقي نتائج بس مش مضمونه. فاي واحده حابه تدخل في الروتين بتاع الجسم بتاعها حاجه تفتيح طبيعيه ترطب ترطيب عالي، يبقى مستخلص عرق السوس.
بعتولي برضو شويه زيوت، 3 للشعر 1 للبشره. لسه ما قريتش ولا المكونات بتاعتهم ولا شميت ريحتهم ولا اعرف حاجه عنهم بصراحه. تمام. هما تقريبا بيت الزيت عامل براند اسمه لمسه، فانا لسه بامانه ما جربتش حاجتهم. تمام. اللي هي الحاجات دي. نيجي بقى على القمر ده. القمر بما اني رايحه ان شاء الله الجيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، يا رب بسم الله يا رب، لا يا رب ما يبقاش في اي ضرر ولا اي اصابات يا رب من الجيم. ولكن عندهم برضو من لمسه حاجه كده لتخفيف الام العظام والمفاصل. اصلا انتوا اول ما هتحطوها هتشموا ريحتين مميزين، ريحه القرنفل، ريحه القرنفل اكتر حاجه باينه، وريحه الروزماري والايوكاليبتوس او النعناع، هتلاقوه كده منعنع معاه قرنفل. دول بيبقوا اكتر حاجتين بيتحطوا في الزيوت بتاعه المفاصل. الميزه بقى ان هم حاطين معاها زيت روزماري وزيت الجوجوبا، بحيث ان هو يزود من ترطيب الجسم. واصلا لما تحطوا الاويل ده على جلدكم وتفضلوا تدعكوا كده لمده من اول 30 ثانيه او اول دقيقه، هتحسوا فكره الحراره او احساس السخونه اللي بيبدا ينشط الدوره الدمويه، وبالتالي بيعمل زي تاثير مسكن موضعي. تمام. كانوا باعتين ايه تاني؟ بس بعتوا دول بس. تمام. فما ننساش الجيم ثم الجيم ثم الجيم. والمخمريات زي ما انا قلت لكم انا حبيت قوي بتاعه الليمون والورد. هجرب بقى باقي الحاجات ان شاء الله على اخر الشهر، هبقى اقول لكم ايه يعني ايه الريفيو بتاعي.